اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون حياتكم مزيانه ويكونوا الصحه ديالكم النفسيه والصحه ديالكم الجسديه مزيان. المهم بغيت نهضر على واحد الحاجه. دائما حنا في نطاق الموضوع ديال التسويه الجماعيه، بما انه دابا بزاف الناس كيصيفطوا لي كيقولوا لي لمياء هضري على التجمع، لمياء هضري على التصريح الضريبي، لمياء هضري على حوايج اخرين ومواضيع اخرين، هضري على الدبلومات اللي مزيانين، هضري على القرايه. ولكن انا كنحاول نمشي في المواضيع على حسب الاولويه، فهمتوا؟ نشوفوا الموضوع دابا اللي كاين دابا واللي خصنا نهضروا عليه، ومن بعد كل موضوع غنبقاو نمشيو بالترتيب. ماشي مثلا دابا اللي كاينه التسويه الجماعيه خصنا ندويو على التسويه الجماعيه، ونجي انا نخلي التسويه الجماعيه مثلا ونهضر على مثلا التجمع، اللي مثلا الناس ديال اللي باغيين يدير تجمع يلا غيدفعوا التسويه الجماعيه، فهمتوا؟ يعني نسبقوا التسويه الجماعيه ونحاولوا نصدوا كاع الثغرات اللي بقاو بخصوص هذا الموضوع هذا، ونحاولوا نشرحوها. حيت واخا تسمعوا تسويه جماعيه راه ماشي اي واحد غادي يدفع الاوراق راه غادي يخرجوا ليه. وداكشي علاش درت هذا الفيديو هذا، باش انني نشرح هذه النقطه هذه. حيت قالوا انه 30% من الناس اللي غادي يدفعوا الاوراق في التسويه الجماعيه غادي يترفض الطلب ديالهم. نخليكم دابا تسمعوا الفيديو ومن بعد غادي نشرح لكم علاش. سمعوا الفيديو. Atentos al titular. El gobierno calcula que al menos el 30% de las solicitudes de regularización van a ser desestimadas, denegadas. Es una cifra bastante sorprendente porque de los 750.000 solicitantes que se calculan, solo se van a conceder aproximadamente unos 500.000 procedimientos. Y ojo porque además los cálculos que hace el gobierno, según el diario El País, son los de que el 90% de las solicitudes se van a realizar a través de la vía telemática, es decir, porque acudáis a profesionales, porque acudáis a entidades colaboradoras o porque tengáis certificado digital. Se van sucediendo noticias sobre la regularización que es inminente. La regularización va a producirse en nada, posiblemente solamente días. Y si quieres estar informado y bien asesorado, من بعد ما شفتوا الفيديو شنو قالوا 30% من الناس اللي غادي يدفعوا الاوراق في هذه التسويه الجماعيه غادي يترفض لهم الدوسي ديالهم. داروا ان 30% ديال الطلبات، يعني من اصل بحال مثلا غادي يدفعوا 100 واحد، 30 واحد غادي يترفض لهم الطلب ديالهم من اصل 100 واحد. دونك فما بالك انك غادي تاخذ ديك 30% وغادي ديرها من الاصل ديال مثلا 500,000 ولا 700,000 ولا شوف العدد اللي غادي يدفعوا ديال الناس، فهمتوا؟ يعني غادي يكون عدد كبير ديال الناس اللي غادي يترفض لهم الدواسه ديالهم في هذه التسويه الجماعيه الا ما داروش هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم انا غادي نشرح لكم ويلي هادشي بالعربيه. المهم يعني مثلا الا دفعوا 100 واحد فديك 100 واحد غادي يترفضوا منها 30 واحد، فهمتوا؟ يعني 30 من اصل 100. فما بالك الا دفعوا 500,000 ولا 700,000 ولا شوف ديك الساعه شحال غادي يدفعوا ديال الناس، ف30% من داك العدد غادي يترفضوا الطلبات ديالهم. ودابا داكشي علاش غادي نشرح لكم هادشي بالعربيه باش انكم تفهموا وما تطيحوش في هاد الاخطاء هذا. ماشي هاد الاخطاء هادو ماشي من الانسان شحال هو كيتسنى التسويه وفي الاخر ملي تجي التسويه يلقى راسو دار واحد الخطا اللي هو صغير ويترفض ليه الدوسي ديالو. حيت بزاف الناس كيسمعوا التسويه كيقول لك صافي راه التسويه جماعيه، راه واخا ما نعرفش شنو ندير غير دفع. كنشوف شي كومونتيرات كيقول له وصافي غير دفع، وراه واخا ما عندكش هادي غير دفع، واخا ما واجدش لك حسن السيره غير دفع. بالعكس راه في الفيديو اللي درت مع المحامي اللي مازال ما شافوش غادي يلقاه تحت من هذا الفيديو هذا، قال لي اللي ما كيدفعش حسن السيره بحال الا غادي تدفعي الاوراق وما غادفعيش الباسبور، فهمتوا؟ يعني بحال اللي تقولوا هذيك الحاجه المهمه ما غادفعوهاش. اصلا شنو اللي مهم في التسويه الجماعيه؟ 3 الحويجات: الباسبور، حسن السيره، والبروفات. يعني ما يمكنش كل وحده، كل جزء لا يتجزأ من الحاجه اخرى. يعني كل جزء مهم بحال شي سلسله بحال هكا، كل سلسله لاصقه في اختها. يعني ما يمكنش تفك شي حاجه ولا تدفع شي حاجه وتخلي شي حاجه. شهاده السكنه، الباسبور، حسن السيره، الباسبور وشواهد ديال الاثبات. المهم قال لكم هنايا في هذه الفيديو اللي حطيت لكم نسبه 30% المتوقعه من الطلبات سوف ترفض ديال الناس اللي غادي يقدموا الطلبات ديالهم وفقا للمعلومات الرسميه والتحليلات الصحفيه. قد ترفض الطلبات. لماذا؟
قال لك من لم يثبت اقامته الفعليه قبل 31 ديسمبر 2025 او بالاحرى 1 يناير 2026. يعني الفرق ما بين المسوده الاولى والمسوده الاخيره اللي خرجت مؤخرا هو نهار ديال الفرق. يعني سواء كنتي دخلتي قبل من 31 يعني راس العام ليله راس العام 31 ديسمبر، سواء انه مثلا نهار واحد في شهر واحد لقاتك هنايا، حتى هي ماشي مشكل وحتى هي تقدر تدفع. ولكن الناس مثلا اللي جايين حتى الاخر ديال جونفي، ولا مثلا الناس اللي جايين حتى شهر 2 وحتى شهر 3 كيقولوا واحد كاتب لهم ولا غير دفعوا، غير دفعوا. ولكن راه هادشي اللي قال لك طلبات ديال الناس اللي دخلوا من وراء التاريخ راه غادي يتم الرفض ديالها. سمعوا شنو كاين، شنو مكتوب هنايا: من لم يستوفي شرط الإقامة المستمرة لمدة 5 أشهر لغير طالبي الحماية الدولية. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أي شخص أو أي طالب من الناس اللي غادي يطلبوا التسوية الجماعية غادي يترفض ليه الملف ديالو اللي ما كيستوفيش الاثباتات الفعليه ديال الاقامه ديالو لمده 5 أشهر من غير الناس طالبي اللجوء او طالبي الحمايه الدوليه. يعني الناس اللي كانوا ديجا طلبوا اللجوء والناس اللي ديجا كان عندهم اصيلهم ماشي بالضروره يكون عندهم بروفات ديال 5 شهور. ركزوا مزيان على هذه النقطه. والناس اللي ما كانوش طلبوا الحمايه الدوليه هذاك خصهم بروفات. هذه المساله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس، ولكن كاينين بزاف الناس اللي عندهم بادرون وما عندهمش بروفات، كيف ما قال لي عاوتاني المحامي في لا فيديو. وكيف ما حتى الندوه اللي كنت حضرت ليها قبل ولكن ما كنتش حاطاها، نورا حاطه الفيديو هنا في يوتيوب غتلقاوها حتى هو لتحت. كنت سولت ديك السيده اللي كاينه من اللجنه من لجان الحكومه الاسبانيه، سولتها على هذه المساله ديال البادرون وبروفات. قالت لي شهاده السكنه في حد ذاتها اكبر بروفا. يعني اللي عنده البادرون فما يبقاش يخربق راسو يقول لك لا خصني بروفا، خصني هذه. راه شهاده السكنه راه في حد ذاتها اكبر اثبات على انك راك في اسبانيا وانك ساكن في اسبانيا وساكن في هذا العنوان كذا رقم كذا رقم كذا. هذه من جهه اخرى الموضوع ديال مثلا اللي ما عندوش شهاده سكنه وغادي يعتمد غير على البروفات، واخا مازال على الاستفهام على هذا الموضوع ديال واش خاص شهاده السكنه نهار اللي يمشي الانسان يدفع الوريقات حيت خاصك واحد العنوان وداك الشيء. ولكن ضروري غادي يديروا تسهيلات حيت كنظن انه جل المهاجرين كيعانيو من هذه العضله ديال شهاده السكنه عادي. المهم بالنسبه للناس اللي كيقول لك انا عندي بروفا في هذا الشهر ولكن ما عنديش بانتظام، ماشي مشكل، غير هو يكون داكشي منطقي. فهمتي؟ تكون عندكم مثلا بروفا ديال مثلا شهر 12، شي بروفا في الاخر ديال شهر 1، ماشي بالضروره عندك بروفا في 5 ديسمبر خص تكون عندك بروفا في 5 يناير 5 فبراير 5 مارس 5 ابريل 5 ماي 5 يونيو، ماشي هكا غاديين بالترتيب. فهمتوا؟ حنا ماشي في، ولكن يكون داكشي لوجيك. دير في حل اللي انت هو داك الموظف اللي غادي يدفعوا عندك الناس الدوسي، وخصك انت تقتنع ان داكشي لوجيك. يعني هذا راه مشى مثلا دوز في السبيطار في ديسمبر، من بعد في شهر 1 مشى تقدا، من بعد في شهر 2 مشى صيفط الفلوس لمالين الدار، من بعد مثلا شهر 4 ما عندك والو، في الاول ديال شهر 5 مشى شرى شي حاجه من بريمارك وعنده هذيك الفاكتوره، ولا شرى شي حاجه من ميركادونا ولا من اي بلاصه. المهم اي حاجه فيها سميتك وكنيتك والنمره ديال الباسبور ديالك، سواء بدلتي سواء ما بدلتيش، راه واخا تبدل الباسبور ديالك وتبدل معاها النمره ديال الباسبور ديالك راه البروفات كيبقاو نفسهم. بالنسبه للناس اللي كيبدلوا الباسبورات راه ملي غادي تجيو تدفعوا راه غادي تدفعوا الباسبور القديم ديالكم وغادي يبان انه راه كان نفس الرقم. يعني البروفات واخا عندكم بالباسبور القديم، فهمتوا البلان؟ وانتم دابا عندكم باسبور جديد، راه دوك البروفات ديال الباسبور القديم واخا برقم باسبور قديم راه هما كيدخلوا، يعني حتى شي حاجه ما كتضيع. هذه من جهه. يعني الناس اللي غادي يترفض لهم الطلب ديالهم هو مثلا شي واحد اللي كيقولك انا ما عنديش شهاده سكنه ولكن راه ما عنديش بروفات، ولكن راني كنت في اسبانيا، كي غيدير يبين ليهم، حيت كيقول لك الهضره بالوثيقه ماشي الهضره غير بالفم. راه اي واحد يقدر يقول انا راه هنا ولكن خص تبين لهم شي حاجه ملموسه. فهمتوا؟ دونك الناس اللي غادي يترفض ليهم الملفات ديالهم هما الناس اللي ما عندهمش بروفات نهائيا، وهاد الناس هما غادي يكونوا من ضمن الله يحفظكم والله يحفظ الناس كاملين يا ربي، والله يا ربي تيسر لكم في هذا الشيء اللي غادي ديروا في هذه التسويه الجماعيه. غير هو الانسان شويه يقاد الدوسي ديالو قبل ويحاول يفيريفي
قبل ما يدفع باش ما يكونش من ضمن دوك 30% اللي غادي يترفض ليهم الطلبات ديالهم. شكون عاوتاني اللي غادي يترفض ليه طلب التسويه الجماعيه في اسبانيا؟ ما تسمعوش التسويه الجماعيه تقولوا من هب ودب غادي يقدر يستافد منها. من لديهم سجل جنائي يتعارض مع القوانين الإسبانية. ماذا يعني هذا؟ هنا دايرين أي سوابق جنائية خطيرة أو مخالفة للقوانين الإسبانية أو مستندات رسمية تثبت الحق في التقديم، أو غياب أوراق الهوية. مثلا غياب أوراق الهوية راه باينة. اي واحد عنده شي مشاكل هنا في اسبانيا مثلا اللي هي كبيره وكتعارض مع القانون الاسباني، دار شي كارثه كحله ومن بعد قال لهم حقاو الواد عطاوني الوراق، فهادي مستحيل. وهاد الناس غادي يكونوا من ضمن دوك 30% اللي غادي يترفض لهم طلب ديال تسويه جماعيه، ومستحيل يسويو الوضعيه القانونيه والوضعيه النظاميه ديالهم. ولكن المتتبعين ديالي زويونين، والمتتبعين ديالي ولاد الناس، والمتتبعين ديالي بنات الناس، وكنظن انه ما عنديش ناس الحمد لله عندهم هاد المشاكل الكبارين. كاينين الناس راه كلشي كيخطا، ولكن كاينين الناس اللي عندهم مشاكل اللي هي ضئيله شويه، واللي هي خفيفه، واللي هي ماشي حتى لهاد الدرجه اللي مثلا سجل جنائي يتعارض مع القوانين الاسبانيه. واللي عنده هذا الشيء فيمشي يشوف محامي والله يسخر ليه الامور، وماشي نهايه العالم. الا ما يمكنلكش تدفع في هذه التسويه، فان شاء الله ملي غادي تقاد الامور ديالك وغادي تصفي السجل الجنائي ديالك وغادي تنقي السجل ديالك، فديك الساعه غادي دير الوريقات. راه الوريقات كيجيو غير هو تختلف فقط الطريقه، ولكن النتيجه تبقى واحده. راه كلشي في الاخر كيدير الاوراق، كلشي في الاخر كيخدم، كلشي في الاخر كيمشي للمغرب، غير هو تختلف الطريقه من حاله الى اخرى. فهمتوا؟ الطريقه فقط كتختلف، ولكن النتيجه كتبقى واحده. المهم شكون اخر اللي غادي يكونوا من ضمن الناس اللي غادي يترفض لهم طلب ديال التسويه الجماعيه؟ هما الطلبات الغير المكتمله او الطلبات الخاطئه. وهنا غترجعوا لي لهضرتي لواحد الحاجه كنت كنركز عليها بزاف: الاخطاء في تعبئه النماذج او تقديم معلومات غير دقيقه قد تؤدي الى الرفض مباشره. ما فيهاش لا وعاد كيصيفطوا ليك وعاد كيقول لك خصنا هذه ولا خصنا هذه. حيت دابا مع العدد الكبير اللي غادي يكون، ما غاديش يبقاو مثلا اي واحد ما قدمش شي مستند غيبقاو عليه الو السلام عليكم الجلالي، الو السلام عليكم سعديه، راه عندك هذه الورقه ناقصه. هنا كاتبين اي حاجه، يعني ما كايناش اللي شي حاجه مهمه. تقديم معلومات غير دقيقة أو أخطاء في تعبئة النماذج قد تؤدي إلى الرفض مباشرة. ما فيهاش نقاش، يعني اوتوماتيكم الله يستر والله يحفظكم، ما كاينش شي حاجة الرفض حيد سينتي وانتم غاديين بحال داكشي ديال الاخر وانتم غاديين عاوتاني. دونك شنو بغاو يقولوا في هذه النقطة هذه؟ أخطاء في التعبئة ديال النماذج. كيف ما عارفين أي طلب كنديروه، سواء طلب دراسه، سواء طلب عمل، سواء طلب اوراق، سواء طلب اي طلب كيدار كيتحتاج تعمر واحد النموذج. اي حاجه في العالم باش دير واحد الطلب كتعمر واحد النموذج، او بالاحرى واحد الاستماره. ديك الاستماره كتكون طويله وكتكون فيها بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال المعطيات اللي واخا ما نعرف شنو تكون كتجي شويه صعيبه انك تعمرها بوحديتك. داكشي علاش كنتمنى يا ربي يفتحوا المكاتب اللي كنظن انهم 90% غادي يحلوا المكاتب في انه الناس يقدروا يدفعوا، وهذاك المكتب هو اللي غادي يقدر يعمر معكم داك الاستماره. ولكن ديما ملي تمشي لذاك المكتب ويعمر معك الاستماره، سواء كنتي غتدفع في مكتب، سواء كنتي غتدفع في جمعيه، سواء كنتي غادي يعاونك شي صاحبك ولا شي معارف ولا شي وغادي يدفع معاك، سواء كنتي غتدفع مع محامي، ديما ديك الاستماره واخا ما تفهمهاش ملي يسالي قول لي عافاك الا ممكن تعطيني ديك الاستماره نعاود نقراها الله يسهل عليك، غيعطيوها لكم. شد الباسبور ديالك هنايا واخا تكون ما قاريش ما فاهمش ما عارفش كاع داكشي، ولكن غير تصنت ليا. شد داك الباسبور ديالك وشد ديك الاستماره وبقى غير تشوف غير الحروف واش هما هادوك. وخا مثلا الناس اللي ما غاديش يعرفوا مثلا سميتك السعديه، ها هي ها هي ها هي اس ها هي اس ها هي دي ها هي دي، فين هي نمره الباسبور ها هي، حيت مع الزربه راه شحال من واحد كيغلط.
راه كتلقاه ما نعرف شنو وخدام خدمه وموظف وهادي وكيغلط الا ما رديتيش البال وراه. ها نمرة الباسبور هي 23 23 52 004. اي صافي هو هذاك. لا عافاك راه واحد الزيرو هنا ناقص، ما فيها باس، ما فيها باس. راه الناس كاملين كيخطئوا، ما فيها باس. تنيت حتى داك الشخص اللي كيدفع عليك غادي تعاونو، غادي توفر عليه، ماشي هي الله يستر حتى تدفع وتلقى ديك الاستماره فيها شي رقم ديال الباسبور ديالك ناقص، ولا سميتك محيده منها شي ولا ما فيهاش شي وغادي يوليو غادي يصدق. عندك البروفات، عندك الحسن السيره ديالك نقيه، عندك الوقت مستوفي جميع الشروط، وعلى واحد الخطا اللي هو بسيط، اللي هو حرف ولا رقم ناقص ولا شي حاجه، الله يستر غادي تندرج ضمن 30% ديال الناس اللي غادي ترفض لهم الدوسي ديالهم. يعني ما فيها باس انك تفيريفي وراه تشوف الحروف. اهم حاجه هو السميه، هو الكنيه، هو الرقم جواز السفر، هو تاريخ انتهاء جواز السفر، العنوان المحلي اللي كتسكن فيه حاليا، وكذلك الكود بوستال يعني الرمز البريدي، لادغيس ميل، نمر التليفون، يعني معلومات التعريفيه ديالك. انت ما غتفيريفيش مع داك الشيء الاخر اللي ما عرفوش، غتفيريفي معاه فقط المعلومات التعريفيه ديالك، باش انك غتمشي مع دقه دقه، رقم برقم، حرف بحرف. وديك الساعه حتى ملي غتمشي وغتبقى تسنى الوقت اللي غادي يجاوبوك فيه، غتكون مرتاح، عارف راسك انك راجعتي معاه كلشي هو هذاك، الوريقات مزيانين، وهذا الشيء اللي كاين. دونك نوض نشرب الماء حفت ونرجع نكمل لكم. دونك كيف ما قلت لكم ما فيها باس انه تفيريفيو معاه، وهذه تعلموها في حياتكم كامله. حسنا هاد الهضره اللي كنوصيكم راه ما كنوصيكمش غير على حساب التسويه الجماعيه، انا كنوصيكم شي حوايج اللي يقدروا يفيدوكم في التسويه الجماعيه، وحوايج اخرين او ميم طو يفيدوكم حتى في حياتكم بصفه عامه. راه شحال من مره كنمشيو نقادو شي ورقه وما كنردوش البال، غير كناخذوا ديك الوراق على اساس زعما داك الشخص راه معصي من الاخطاء، استغفر الله العظيم، وكناخذوا داك الوراق وكنمشيو عاد كنلقاو شي ما كايناش، شي ما كايناش. راه شحال من مره وعاد كنرجعوا نضربوا تماره كثر من ديك التماره اللي كنا غنضربوك، ونجلسنا 10 ثواني كنردوا البال قدام داك السيد نيت اللي صايب لينا، ولا السيده ولا البيرو اللي صايبوا لنا دوك الوريقات، كجلسنا كنردوا البال ديك الساعه قدامهم. كاع ما نمشيو ونجيو نصدقوا ضاربين طريق وتماره. داكشي علاش كاين شي اخطاء اللي هو تغتفر، ولكن كاين شي اخطاء اللي كتكون مصيريه. داكشي علاش كنركز كنسطر عليها 3 ديال السطوره ديال انكم ان شاء الله نهار ديال الدفع هذاك الشخص اللي غادي يدفع لكم حاولوا انكم تفيريفيو من وراه، ما تشدوا لا التليفون لا والو، جلسوا هكا ما ترمشوش عينيكم مع شنو هادي شنو هادي شنو هادي. فيريفيو معاه كلشي من حتى لزاد، من الاخر من طقطق حتى السلام عليكم. دونك غادي نعاود نعطيكم واحد الخلاصه شامله على حسب هادشي كامل اللي قلنا، باش انه ان شاء الله يا ربي ما تكونوش من ضمن الناس اللي غادي يترفض لهم الدواسه. كيف ما قالوا الناس اللي غادي يترفض لهم الدواسه غادي يكونوا هما في المرتبه الاولى، الناس اللي الحمد لله في المرتبه الاولى غادي يكونوا هما الناس اللي ما عندهمش شرط الاقامه ديال 5 شهور في اسبانيا قبل 31 ديسمبر او 1 يناير 2026، ولا الناس اللي عندهم سجلات جنائيه خطيره في القانون الاسباني ومازال ما تمحات، مازال ما تبرأتوش، مازال في الذمه ديالكم، ولا الناس اللي عندهم معطيات يعني غالطه، ولا الناس مثلا اللي عندهم اوراق ناقصين. بحال مثلا كاين اللي كيقول لك لا غندفع هذه وهذه تنعاود نديرها. شوفوا في الريغو سوسيو لابورال وفي الريغو سوسيو فورماتيف قبل في القانون القديم اللي كان قبل، كان ممكن انه مثلا ما تدفعش شي ورقه وحتى من بعد مثلا توجد ودفعها، ولكن دابا لا، دابا حيت خاصك تدفع الدوسي ديال كامل مكمول. هذا هو ما يميز التسويه الجماعيه عن القوانين الاخرى، خاصك تدفع الدوسي ديال كامل مكمول من الدقه الاولى. يعني ماشي صافي تدفع وتبقى شي ورقه وعاد من بعد تزيدها، لا سيدي غادي تدفع لينا شنو من الدقه الاولى، غتدفع لينا ورقات كاملين. هو الا جيتو تشوفوها بواحد المنظور راه ما كاينش ورقات بزاف باش ان الانسان يضخم الامور. المده اللي كانوا عطاو ما بين جونفي حتى لدابا الى حد الان اللي دابا كنهضر معكم ومازال ما كاينه حتى شي حاجه رسميه، يعني كافيه بان الانسان يكون وجد الدوسي ديالو حاطو في واحد الملف وحاطو تحت من المخده ديالو، مع يقولوا لك الشن نقول لهم طم ولكن تكون مفيريفي كل شيء ومقادد كل شيء
وتكملها غير ملي تمشي عاوتاني باش تدفع تزيد تفيريفي مع الشخص ولا ولا المكتب اللي غادي يدفع ليك. وصافي حاولوا تقلبوا. بالنسبه للناس اللي عندهم بروفات غير قلبوا، ضروري ما كتكون تالفه شي وريقه شي بروفا في جيجيها، ضروري غير قلبوا والله يسخر لكم الامور. حاولوا ما ديروش شي اخطاء اللي هما مثلا يجي الانسان شحال هو كيتسنى وشحال هي الهضره بزاف وشحال وشحال وشحال، وفي الاخر حيت بعض المرات ستريس كيديرها، بعض المره قله المعرفه كديرها، بعض المره بنادم كيبغي يقيدك عاوتاني بالعاني وكيديرها، وكتجي حتى الاخر اللي كتكون مستوفيه فيك جميع الشروط وكدير شي خطا اللي هو صغير ولكن كيكون فادح. الاخطاء الصغيره هي اللي كتاثر على التفاصيل الكبيره. ديما تفكروا هذا المثل هذا، وديما ديروه بين عينيكم وصافي. وهذا الشيء اللي كاين هادشي اللي كنقولها 700 مره في الفيديو، وراه بصح هادشي اللي كاين اصلا، وهادشي اللي كاين مره اخرى. والله يسخر لكم الامور وتبقاو على خير، ونتمنى انكم كاملين يا ربي يتقبل لكم الطلبات ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيف قلت لكم عندهم سجلات جنائيه، الناس اللي باقيين في المحكمه كيصيفطوا لي بزاف الناس ميساج كيقولوا لي حنا عندنا المحكمه، حنا عادي. كنتمنى يا ربي تشوف من حالكم وما تقلقوش، نتوما ماشي خايبين، غير هو نتوما راه حتى دوك الناس اللي عندهم مشاكل، الناس اللي عندهم هادي، راه حتى شي واحد ما خايب، راه غير الوقت والزمان اللي كيخسر الانسان وكيخيب الانسان. وتنتوما راه غيجي واحد الوقت وربي غادي ييسرها وربي غادي يفرجها، وان شاء الله يا ربي يكون خير. ما تعرفوا الخير فين. يعني الانسان حتى الا ما كانش عنده شروط، سواء بالنسبه للناس اللي عندهم سجلات جنائيه في اسبانيا يعني ما نقياش، وحتى على الناس مثلا اللي دخلوا وراء 1 يناير 2026 وبغاو يدفعوا، ماشي نهايه العالم. ما توقفوش الحياه، ما تقولوش لا انا ما عنديش الزهر، شوف انا غير جيت شحال هادي. كون من الشيطان. ربي راه اللي كيدير غير اللي فيها الخير، غير هو كل واحد وخبيزته امتى كتجي. فهمتوا؟ راه فحال هادو دابا التسويه الجماعيه، راه حتى شي واحد ما كان حان ما كان ظن بها، حتى بنادم نعاس فاق لقى الغيزو سوسيو عامره كلشي كيهضر على التسويه الجماعيه. دونك راه ربي راه كاين الحمد لله، وربي راه كاين معنا في كل دقيقه، وربي راه مطالع بالقلوب. فما بقاش فيكم الحال، واخا ما تقدروش تستافدوا من هاد التسويه الجماعيه ديال 2026، ما تعرفوا الخير فين، ما تعرفوا تجي شي حاجه اخرى، ما تعرفوا يجيب لكم الله شي حاجه احسن من هاد التسويه الجماعيه. راه ما كيتسد باب حتى كيكون ديجا كيتسد داك الباب، ولكن راه ما كيتسد حتى كيكونوا بيبان اخرين ديجا تحلوا عاد كيتسد داك الباب. هادشي اللي كاين. الله يسخر لكم الامور. نتمنى انه كلشي يدوز مزيان وبخير وعلى خير. تهلاو في راسكم وتهلاو في صحتكم الجسديه وصحتكم العقليه وصحتكم النفسيه، وتهلاو في والديكم وتهلاو في علاقتكم مع سيدي ربي. ولا بغيتوا شي حاجه طلبوا سيدي ربي، ولا بغيتوا تبكيو بكيو على سيدي ربي، ولا تقهرتوا بغيتوا لمن تلتاجئوا لسيدي ربي. راه هو الوحيد اللي ما كيمنش على الانسان وما كيجبدش على الانسان، وما ماشي فحال. المهم راكم فهمتوا. ولكن سيدي ربي هو الواحد اللي كنلقاوه واخا كنذنبوا واخا كنغلطوا واخا ما نعرف شنو وكنرجعوا كل مره وكنلقاو سيدي ربي كيتسنانا وكيتسنى التوبه ديالنا. فكنتمنى يا ربي تسهل عليكم ويا ربي تعطيكم ما كتمناو، وتفكروا الله باش الله يتفكركم، وتبقاو على خير. باي باي.